سيدنا محمد. صلوا على سيدنا محمد والآل ذوي الذكر الأمجد، بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد. أدبه الله ورباه ليعم الأكوان ضياه، ربي في المنزل زكاه ما أعظم أخلاق محمد. إن شئت يا صاحي أن تحمد فتمثل بهداه لتسعد، بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد. أشعار المقدمة سعد القليعي. إنشاد محمود الثمامي. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. تشرف به معكم أمنية الإبيات. مستمعي الكرام، أسعد الله ليلكم بكل الخير. أبدأ وإياكم ببسم الله الحنان المنان، ونثني جميعا بالصلاة والحب والسلام على من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد وآله الكرام. بداية أرحب بضيفي الكريم الباحث الإسلامي دكتور موسى العسكري. دكتور موسى، أهلا بك. أهلا بكم ومرحبا. سبحان الذي أسراك ليلا وفي المعراج كان لك ارتقاء، وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. عليك صلاة ربي ما توالت دهور أو تلا صبحا مساء. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. دكتور موسى، في هذه الحلقة لا نستطيع في الحقيقة أن نفاضل بين الخصائص النبوية التي منحها الله سبحانه وتعالى لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بتجيء رحلة الإسراء والمعراج وما فيها من منح ربانية على قمة هذه الخصائص كتاج يتوج هذه الخصائص النبوية. أولا نبدأ برحلة الإسراء أولا، ثم نثني بالمعراج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد الرسول الخاتم للإسلام والزعيم الجامع للمسلمين، وعلى والديه وآله وأصحابه وأحبائه الطيبين الطاهرين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، آمين. ما أعظم السرور الذي يغمر الصدور ونحن ننفل في إجلال وإعظام بين يدي خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم المظهرة لرفيع قدره صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تفضلت يأتي في مقدمة هذه الخصائص المحمدية اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الرحلة القدسية، رحلة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة التي قطع بها صلى الله عليه وآله وسلم المسافات الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما اخترق فيها الفسحات السمائية من المسجد الأقصى فإلى السماوات العلى فإلى الأفق الأعلى. في الإسراء
يقول الله تعالى في صدر سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في الحقيقة إذا ما تأملنا هذه الرحلة القدسية، رحلة الإسراء والمعراج، سنرى واضحا ويرى معنا أهل الفطرة النقية والذوق السليم أن هذه الرحلة من أدل الدلائل ومن أقوى البراهين الناطقة بتفرد الذات المحمدية عن كافة الذوات البشرية. ففي الإسراء كما قلنا قطع صلى الله عليه وآله وسلم بذاته المتفردة المسافات الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بطرفة عين. وفي المعراج اخترق بذاته المتفردة الفسحات السمائية حتى اعتلى الأفق الأعلى، والأفق الأعلى هو الحامل لعرش الجليل الأعلى بومضة عين. يعني الرحلة القدسية لم تستغرق لحيفات، كانت في لمح البصر، وهذا تأكيد على أن ذاته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتلت وارتفعت فوق كافة ما خلق الله جل وعلا في أرضه وسماه. نعم، لكن دكتور موسى اسمح لي نتوقف عن تجهيز وإعداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذه الرحلة اللحظية التي بالفعل هي خارج نطاق الزمن البشري. كان هناك إعداد قام به سيدنا جبريل قبل بداية هذه الرحلة، نعرفه بالتفصيل. فعلا ذاته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم أعدت الإعداد الإلهي لهذه الرحلة القدسية. وإذا ما أردنا أن نتعرف على هذا الإعداد الإلهي للجناب النبوي حتى يكون مهيئا مؤهلا لهذه الرحلة القدسية التي قطع فيها المسافات واخترق فيها الفساحات، نتوقف قليلا عند صدر سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. حين نتأمل موضوع شرح الصدر المحمدي سنرى أن الله جل وعلا قد شرح صدر مصطفاه ومجتباه عليه صلوات الله 4 مرات. المرة الأولى كانت لتزكية نفسه الشريفة، وهذه كانت تحديدا وله من عمره السني صلى الله عليه وآله وسلم 2 سنين. والمرة الثانية من مرات شرح الصدر المحمدي كانت لتزكية روحه الشريف، وهذه كانت في 10 و8 أشهر من عمره الشريف. والمرة الثالثة من مرات شرح الصدر المحمدي كانت لتزكية عقله الشريف، وكانت هذه على رأس 40 عاما، وكانت تحديدا ليلة إشراقة بعثته المحمدية المباركة. أما المرة الرابعة من مرات شرح الصدر المحمدي فكانت ليلة إسرائه ومعراجه الشريفين صلوات الله عليه، وكانت لتزكية بدنه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشق الرابع أو بهذا الشرح الرابع للصدر المحمدي زكي بدنه الشريف، فصار ببدنه الشريف السراج المنير. حين أصبح صلى الله عليه وآله وسلم ببدنه السراج المنير أصبح قادرا وقديرا على أن يخترق بذاته المتفردة المسافات الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما كان قادرا وقديرا على أن يخترق بذاته المتفردة الفسحات السمائية من الأرض فإلى السماوات العلى فإلى الأفق الأعلى، وكل هذا كان في لمح البصر. سريت من حرم ليلا إلى حرم، سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في زاد من الظلم، وبت سرقا إلى أن نلت منزلة، وبت سرقا إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم، وقدمتك جميع الأنبياء والرسل كلهم، كل تقديم
من على قدمي. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. دكتور موسى، اسمح لي يعني قبل البدء في هذه الحلقة ونحن نقوم بالإعداد، حضرتك شرحت أن هناك فرقا كبيرا بين سدرة المنتهى والأفق الأعلى، وهما يعني مكانان مر بهما الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة في المعراج. نعم، حينما نتحدث عن الرحلة القدسية رحلة الإسراء والمعراج يكون من الطيب جدا أن نقف أمام صورتين من الصور المحمدية التي تظهر كم هو صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتلى بمقامه العالي فوق كل مقام، وكم هو ارتفع بجاهه العظيم فوق كل جاه. الصورة الأولى التي يعني نتمنى أن نتوقف عندها قليلا، تلك الصورة التي نراها في توقف سيدنا جبريل عليه السلام، وهو من هو أمين الوحي، وهو سفير الله إلى كافة الأنبياء والرسل، وهو الملك النوراني، ومع هذا نراه يتوقف عند سدرة المنتهى في الوقت الذي جعل صلى الله عليه وآله وسلم يخترق فيه الحجب والأنوار. ولعله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم وجود سيدنا جبريل معه عند هذا الاختراق، فتوقف صلى الله عليه وآله وسلم منتظرا جبريل ليلحق به، إلا أن جبريل قال وعند حالة وقوفه عند سدرة المنتهى وقد اهتزت كل أوصاله وارتجفت جميع أجنحته، قال لنبينا صلى الله على نبينا: وما منا إلا له مقام معلوم، فأنت لو تقدمت لاخترقت، أما أنا لو تقدمت لاحترقت. فسدرة المنتهى هذه من اسمها نستطيع أن نعرف أن عندها تنتهي جميع الأرواح، أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وليس هناك من هو مؤهل ومهيأ لأن يخترق ما بعد سدرة المنتهى من حجب الأنوار وستائر الأسرار إلا سيدنا المصطفى وزعيمنا المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نستطيع دكتور موسى القول بأن الأفق الأعلى هذا المكان لم تطأه قدم خلق من خلق الله تعالى سبحان الله، ما علمنا منه وما لم نعلم، يعني أيا كان رسول أو نبي أو حتى سيد الملائكة سيدنا جبريل، هذا المكان الأفق الأعلى لم تطأه قدم سوى القدم الشريف لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إن الأفق الأعلى وهو الحامل لعرش الجليل الأعلى لم يأذن الله جل علاه لمخلوق في أرضه وسماه باختراقه إلا سيد أهل أرضه وسماه محمدنا صلى الله على محمدنا. ولعلنا نستطيع أن نرى هذا في الآيات الأولى من سورة النجم، وتحديدا من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وحين نتحدث عن وصوله صلى الله عليه وآله وسلم في معراجه الشريف إلى الأفق الأعلى، هنا علينا أن نؤكد على أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتلى الأفق الأعلى حيث بساط العرش العظيم بنعاله الشريف، ليكون الملكوت وما طوى والكون وما حوى تحت ظلال نعاله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا تغنى المحب النبهاني بهذه الرتبة العالية له صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: على رأس هذا الكون نعل محمد علت، فجميع الخلق تحت ظلاله لدى الطور موسى نود يخلع، وأحمد على العرش لم يؤمر بخلع نعاله. يعني سبقني النبهاني دكتور موسى، كنت أريد أن أقول أن سيدنا موسى عليه السلام وهو كان على الأرض، رغم أنه على الأرض يعني تربة الأرض، إلا أن الله سبحانه وتعالى أمره: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أرقى مكان في ملكوت الله سبحانه وتعالى في الأفق الأعلى دخل بنعله الشريف. نعم، هنا يظهر يا لها فعلا من مكانة للنبي الكريم. نعم، هنا يظهر الفرق الواسع جدا بين نبينا صلى الله على نبينا وبين كافة الأنبياء. فكل الأنبياء وكل المرسلين ليسوا في الحقيقة إلا من جنده صلى الله عليه وآله وسلم المنضوين تحت رايته، وهذا كان واضح في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم بهم في بيت المقدس. ثم كان هذا واضحا جدا حين نقرأ في السنة النبوية الشريفة أنه ما من سماء
من السماوات السبع إلا وفيها نبي أو أكثر. يعني آدم في الأولى، موسى في السادسة، إبراهيم في السابعة، وهكذا. أما محمدنا صلى الله على محمدنا فقد اخترق السبع الطباق واعتلى وارتفع حتى وصل إلى نهاية النهايات، وهو بساط عرش الرحمن جل جلال الرحمن وبنعاله الشريف. ولا عجب ولا غرابة في أن يقال بأنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتلى العرش، فالعرش مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى، وسيد خلق الله جميعا بما في ذلك العرش واللوح والقلم والكرسي والعرش والملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سيد الخلق أجمعين هو سيدنا سيد سادات المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولا لوح ولا قلم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح رحمة المرسلة وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية، فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. بعد أن تقدم النبي الكريم بنعله الشريف إلى الأفق الأعلى، الحقيقة كانت هناك الآيات الكبرى التي لم يستطع يعني أي عالم، وستظل سرا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولكنني يسمح لي دكتور موسى أن يعني أستشهد بمقولة للقاضي أبو الفضل عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج. يقول: اشتملت هذه الآيات، وهو يقصد الآيات الكبرى، على إعلام الله تعالى بتزكية جملته عليه الصلاة والسلام وعصمتها من الآفات في هذا المسرى، فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول بأن تزكية قلبه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وتزكية لسانه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، وتزكية بصره صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. ولكننا تعودنا من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم دكتور موسى أنه ما أعطي فضل أو نعمة أو هبة أو منحة من الله تعالى إلا وكان يقول: نصيب أمتي أمتي أمتي. في هذه الرحلة وهذا اللقاء بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي الكريم، ومن هذه الآيات الكبرى أعطي الصلاة. هل كانت جزءا لأمة الحبيب من هذه العطايا الإلهية للحبيب؟ العطايا الإلهية للذات المحمدية أجل من أن تحصى وأكبر وأسمى من أن تعد. وكما تفضلت، الأمة المحمدية لها النصيب الأوفى والحظ الأكبر في هذه العطاءات الإلهية للذات المحمدية.
حين يتفضل الله جل وعلا على أمة مصطفاه ومجتباه عليه صلوات الله بفضل، فهذا الفضل في الحقيقة ليس إلا تكريما وتعظيما من الله جل وعلا للمصطفى المجتبى عليه صلوات الله. وكان من بين هذه العطاءات الإلهية والمنح الربانية للأمة المحمدية إكراما وتكريما له صلى الله عليه وآله وسلم فرض الصلوات الخمس. وتعلمين ويعلم السادة المستمعون أن الصلاة أول ما فرضت 50 صلاة، ثم لا زال صلى الله عليه وآله وسلم يتشفع ويتشفع 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 حتى خففها الله جل وعلا من 50 صلاة إلى 5 صلوات. وفي الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآية الشريفة لا يبدل القول لدي، ليس معنى أنه خففها من 50 إلى 5 أنه أرمنا شيئا من الأجر والثواب، لا، بل هي في الحقيقة 5 في العدد و50 في الأجر والثواب إكراما وتكريما له صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ملمح مهم جدا، وهو في تخفيف الصلوات من 50 إلى 5 به صلى الله عليه وآله وسلم ولأجله صلى الله عليه وآله وسلم إشارة واضحة إلى أن نبينا صلى الله على نبينا حقا وصدقا ويقينا هو وهو وحده باب الله الدال على الله الذي لا قبول ولا وصول إلا به صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث القدسي واضح: وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عليك الله ربي تعدد ما قطرهم بصحبي والآل وأجمع وصحبي والتابعين من آل البيت خطرت ربك لما سرت خطرت ربك لما سرت وبالنار كبرى الآيات بها إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. ما زلنا في قمة وتاج الخصائص النبوية رحلة الإسراء والمعراج، ونستطيع القول دكتور موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودون غيره من الأنبياء والرسل تمت مخاطبته أو باشر جميع أنواع الوحي. فهناك الوحي الرؤيا الصادقة، وهناك كان الوحي عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام، وكان الحديث الإلهي المباشر دون واسطة وفي الحضرة الإلهية. هل نستطيع أن نفسر كيف تحققت هذه الأنواع لنبينا الكريم؟ حين نريد أن نتعرف على اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بأنواع الوحي الثلاثة فنراها في قوله تعالى من سورة الشورى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. في اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بأنواع الوحي الثلاثة مع هذه الآية الشريفة نستطيع أن نرى واضحا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتلى وارتفع ببشريته المتفردة فوق كافة الذوات البشرية، لأن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن في اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالأنواع الثلاثة وفي جمع الله له بين أنواع الوحي الثلاثة تأكيد على أن له صلى الله عليه وآله وسلم خصوصيات وعطاءات انفرد وتفرد بها فوق كافة الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم أجمعين. ونرى هذا واضحا بالعودة إلى آيات سورة النجم: بسم الله الرحمن الرحيم: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وهنا نرى الوحي الإلهي للجناب النبوي مباشر وبغير واسطة، لم
يكن فيه جبريل ولم يكن فيه غير جبريل، إنما كان من الله لرسول الله مباشرة، وجاء التعبير بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، لنعلم ولنفهم واضحا أن نبينا صلى الله على نبينا حين أسري وعرج به كان الإسراء والمعراج بكامل الذات المحمدية، ليس كما ادعى البعض أن الإسراء والمعراج كان رؤية منامية أو كان بالروح فقط، إنما كان بكامل الذات المحمدية بدنا وروحا ونفسا وعقلا، لأن علماء اللغة يقولون إذا أطلق مفرد العبد أريد به الإنسان بجميع مكونات ذاته الأربعة، وهذا أيضا ما أكد الله عليه في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية. خاطرت ربك لما سريت، خاطرت ربك لما سريت، وبالمعراج كبرى الآيات بها حريت، ليلا من البيت الحرام للأقصى خير الأنام، على البراق تحت الظلام، كالبدر يجلو، كالبدر يجلو، في الدجى سريت، خاطرت ربك لما سريت، خاطرت ربك لما سريت، وبالمعراج كبرى الآيات بها حريت. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. أخيرا دكتور موسى، بعد هذه الرحلة وهذه الخاصية العظمى من الخصائص النبوية، رحلة الإسراء والمعراج، كيف تؤكد على مفهومنا في الارتباط بشخص النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وتؤكد على وجود وثبوت دوره بشكل متواصل في حياة إنسان أمتي؟ قلت من بين ما قلت في سياق هذه الحلقة أنه ما من عطاء أعطاه الله جل وعلا لمصطفاه ومجتباه عليه صلوات الله إلا وحتما للأمة المحمدية فيه نصيب. هنا نلتقط هذا الخيط لنؤكد على أنه لن يعطى ابن من أبناء هذه الأمة عطاء أعطاه الله لرسول الله عليه صلوات الله إلا بقدر ارتباط المسلم بشخصه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ونرى هذا واضحا في الآية الشريفة من سورة الحديد: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هنا لنا أن نتساءل كيف يخاطبنا الله جل وعلا في صدر الآية بوصف الإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا، ومعلوم أن الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله، ثم يأمرنا ثانية وفي الآية بقوله اتقوا الله وآمنوا برسوله. يعني لماذا يأمرنا سبحانه وتعالى أن نؤمن إيمانا خاصا مستقلا برسول الله مع وصفه لنا في صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا؟ وهنا نقول إن الإيمان الأول هو الإيمان بالرسالة المحمدية الخاتمة، أما الإيمان الثاني فهو الإيمان بالزعامة المحمدية الجامعة. وكأن الله يريد أن يقول، وهو بالفعل يريد أن يقول، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وارتبطوا بشخص رسوله، بمعنى لا تروا في وجدانكم أكبر منه ولا تعرفوا في وجودكم أعظم منه، ارتبطوا به ارتباطا متينا مكينا، ارتباط الجسد بالروح. ومعلوم أنه إذا فصل الجسد عن الروح أصبح لا قيمة له ولا وزن، أصبح خاليا من الحياة، معدما لا وجود له. كذلك إذا قطع المسلم ارتباطه بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم
أصبح عدما. وبالتالي إذا ارتبط المسلم بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم أضاء الله وجدانه وأضاء وجوده وأضاء حياته، ووعده بعطاءات يؤتكم كفلين من رحمته، وليس ذلك فقط، ويجعل لكم نورا تمشون به، وليس ذلك فقط، ويغفر لكم، بمعنى إن أخطأتم وكل بني آدم